السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعرف ازاي نحل مسائل المقاومة المكافئة بطريقة النقط. اول حاجة لازم يكون في خطوات ثابتة هنمشي عليها. اول خطوة انك لو لقيت سلك فاضي هتحط نفس الرقم. يعني انا مثلا لو هنا في 1 هيبقى هنا في 1، هنا في 2 بدايته 2، هنا نهايته 2، بدايته 3 نهايته 3. يعني لو في سلك فاضي نفس الرقم، متغيرش الرقم. اما لو عندك مقاومة، لو هنا 1 يبقى هنا 2، لو هنا 2 هنا 3. يعني غير الرقم لما تيجي تمشي على مقاومة. الخلاصة لو عندك سلك فاضي ثبت الرقم، لو عندك مقاومة غير الرقم. تاني حاجة، لو عندك طريق فيه سلك فاضي والطريق فيه مقاومة، اختار الطريق الفاضي، الطريق اللي فيه السلك الفاضي. مثلا اهو المثال اهو، دي مقاومة وده سلك فاضي. امشي في المقاومة واقول 1 واقول 2، ولا امشي في السلك الفاضي واقول 1 1؟ لا، اقول لك امشي في السلك الفاضي. يبقى لو قدامك مقاومة وقدامك طريق في سلك فاضي، يعني سلك فاضي متوصل توازي مع مقاومة، امشي في طريق السلك الفاضي واكتب نفس الرقم. يعني نمسح الاتنين ديت ونكتب 1 نفس الرقم، لان بداية السلك الفاضي 1 نهايته 1، منغيرش الرقم مع السلك الفاضي. طب المقاومة دي خلاص اتلغت خلاص، لانها بنفس النقطة، بين 1 و1. لازم تكون بين 1 و2، بين 2 و3. اذا السلك الفاضي سحب منها التيار، بدل ما التيار كان هيطلع فوق ويتجزأ عليهم، لا هو سحب التيار، خد التيار كله ومشي كده. النقطة اللي بعد كده احنا بنرقم النقطة اللي لها 3 تفرعات. ما ترقمش دي تانية سلك. يعني مثلا اهي لها تفرع اهو وتفرع اهو، اذا مش هرقمها، ما اقولش 1 من عندها. ليه؟ لانها تانية سلك. اما برقم النقط اللي لها 3 تفرعات، زي النقطة دي، ادي تفرع، ادي التاني، ادي التالت، ودي برضو نقطة، تفرع التاني التالت، اذا هحط عندها رقم. اما ديت مش تفرع، مش نقطة، لانها لها تفرعين بس. النقطة اللي بعد كده هنطبقها على السؤال ده، انك لو عندك، احنا بدأنا من هنا اهو، من عند مدخل التيار. ابدأ من عند القطب الموجب، من عند مدخل التيار، وحط اقل رقم، وعند القطب السالب لازم يكون اكبر رقم. انا بدأت اهو 1، مشيت كده عديت على المقاومة، لازم نغير الرقم، بنطبق الخطوات اهو. 2، مشيت على سلك فاضي نفس الرقم، ودي اللي انا كنت بقوله. كده انا وصلت للنهاية وفي نقطة ما ترقمتش. ما ينفعش ارجع واقول 3. ليه؟ انا عديت على مقاومة اقول 3. اقولك غلط، لان لسه قايلك من شوية لازم اكبر رقم عند السالب، فما ينفعش اللي انا عملته ده. هل انا امسح ده كله واعيد من الاول تاني؟ لا، دي ميزة الطريقة بتاعتنا، انك مش هتقعد تعيد من الاول وتدور على طريق تاني ما يكونش فيه الغلط اللي انا عملته ده. لا، هتقوم ماسح ال3 ديت، الرقم ده، وحاطط مكانه اي رمز زي بي مثلا، وتبدأ تشتغل. اخر خطوة بقى، هي مش خطوة، هي حاجة بتتأكد انك حليت السؤال صح. بعد ما تخلص تأكد انك رقمت كل النقط، ان كل النقط اترقمت او اتحط رمز مثلا. مفيش نقطة فاضية. نقطة اللي احنا بنرقمهم ما يترقمليش تانية سلك اللي هي عبارة عن تفرعين فوق وتحت. لا، انا بقى قصدي على النقط اللي لها كذا كذا فرع، كذا تفرع. ادي 1 2 3، اذا دي نقطة. اما تانية السلك ما ترقمهاش. وان السلك الفاضي نفس الرقم، ان كل السلوك الفاضية بدايته مثلا 1 نهايته 1، بدايته 2 نهايته 2، نفس الرقم. هنكمل بقى ونشوف ازاي نكمل السؤال ده. ادي 1 النقطة، نزل النقط بقى، ادي 1 2. هننزل بقى الرمز اللي هو بي مكانه، مش هو موجود بين بين النقطة 1 وبين النقطة 2، نزله بين 1 و2. ادي البي نزلته. بين المقاومة 1 والمقاومة 2 في مقاومة 12 اوم، انقلها وشخبط عليها عشان ما تنساش انك نقلتها. بين المقاومة بين النقطة 1 والنقطة بي في مقاومة 10 اوم، انقلها. بين 1 وبين بي في 10 اوم. بين الاتنين والبي في مقاومة 6 اوم، اهو بشخبط عليها عشان ما انساش. بين الاتنين والبي في 3 اوم، بشخبط عليها برضو عشان ما انساش وانقلها بين الاتنين والبي. خلاص بقى، انا كده نقلت المقاومات وكل حاجة تمام. فاضل بقى ان انا اختزل 3 مع 6 توازي، 3 في 6 على 3 زائد 6 هتطلع لك 2 اوم. هتطلع لك، امسحها واحط مقاومة بتساويهم 2 اوم. الاتنين مع 10 توالي، الاتنين مع 10 دول توالي، اخدهم في مقاومة واحدة اللي هي 12 اوم، لان في التوالي بنجمع. يبقى 2 زائد 10 12 اوم.
يبقى خد 12 اوم. ال12 مع ال12 توازي، يبقى الاتنين شبه بعض، يبقى الار داش هتساوي الار على الان، يعني قيمة الواحدة ب12، هما عدد من المقاومات 2، يبقى 12 على 2 فيها 6 اوم، اذا الإجابة 6 اوم. او اقول 12 في 12 على 12 زائد 12، اي طريقة. طب لو مش عاوز اشتغل بالرمز، ادي 1 وتشتغل بنفس الطريقة لما حطيت الرمز، يعني هنزل تحت 2، همشي هنا 3. هل ارجع؟ ارجع عادي، لانك مش هتأثر، لان هيفضل اقل رقم عند الموجب عند مدخل التيار واكبر رقم عند السالب مخرج التيار. وتبدأ بقى تنقل المقاومات، تقول لي 1 و2 و3، وتنقل المقاومات بين النقط وتختزل، هتلاقي المسألة بسيطة وسهلة. هنحل مثال كمان. هنبدأ بقى بيقول لك المقاومة المكافئة بين A و B. ال A اعتبرها مدخل التيار، اعتبرها القطب الموجب، وال B هي اعتبرها المخرج القطب السالب بتاع التيار، فتبدأ ترقم من عند الموجب بواحد، عشان كده هو أقل رقم عند الموجب. وطالما ده 1، أنا عندي سلك فاضي أهو سلك فاضي بالطول ده، يبقى النقطة نفسها يبقى 1. عديت على مقاومة، غير الرقم يبقى 2. أنا ماشي في سلك فاضي، يبقى نفس الرقم بدايته زي نهايته، يبقى 2. كده خلاص. واحنا متفقين بعد ما نخلص نتأكد ان احنا رقمنا كل النقط، النقطة دي مترقمة، النقطة دي مترقمة، النقطة دي مترقمة، النقطة دي مترقمة. وان سلك فاضي نفس الرقم، سلك فاضي بدايته 2 ونهايته 2، سلك فاضي بدايته 1 ونهايته 1. كده انا ماشي صح. ابدأ بقى انقل المقاومات، ادي 1 ادي 2. بين 1 و2 في مقاومة 8 اوم، انقلها واشخبط عليها. بين 1 و2 في مقاومة 4 اوم، انقلها واشخبط عليها. بين 1 و2 في 8 اوم، انقلها واشخبط عليها. ابدأ اختزل بقى، اخد التمانية مع التمانية مثلا، واقول قيمة الواحدة على عددهم. 8 مثلا، 8 قيمة الواحدة ب8 على عددهم، هم مقاومتين، يبقى المقاومة المكافأة بتاعتهم ب4. مسحت 8 و8 وحطيت المكافأة بتاعتهم 4. الأربعة والأربعة توازي. اخد المكافأة بتاعتهم ازاي؟ ان اقول اخد قيمة الواحدة ب4، عددهم مقاومتين، 4 على 2 فهل 2. كده جبت المقاومة المكافأة بتاع السؤال. اذا السؤال ده خلص والمقاومة المكافأة 2. طب عاوزين الخلاصة، اقول لك ابدأ من عند المقاومة المكافأة بين A و B. ابدأ من عند ال A، اعتبرها مدخل التيار يبقى 1، ده سلك فاضي يبقى 1، عديت على مقاومة يبقى 2، عديت سلك فاضي يبقى 2، وانزل الارقام، ادي 1 2، وانقل المقاومات واشخبط عشان منساش، ادي 8 ودي 1 و2 بينهم 4، و1 و2 بينهم 8. هل في طريقة تانية ان انا ما اقعدش اختزل كده؟ اقول لك ممكن تعمل 1 على الار داش هتساوي 1 على 8 زائد 1 على 4 زائد 1 على 8، وتعملها معادلة بمجهول 1 على الآلة. هتكتب 1 على التيار 1، عديت على المقاومة 2. قايل لك لو قدامك سلك فاضي وقدامك مقاومة، امشي في طريق السلك الفاضي، يبقى 2. هرجع تاني لان ده كله سلك فاضي، بص سلك فاضي، يبقى هنا 2. هلاقي نفسي نسيت نقطة، ما ينفعش ارجع واقول 3، لان قايل لك لازم اكبر رقم عند السالب اللي هو عند البي كده في المكان ده، ما ينفعش اكبر رقم هنا، فبالتالي احط مكانه اي رمز بي. احنا قلنا عشان ما نرجعش نمسح تاني، يبقى 1 2، وحط البي موجودة بين 1 و2 اهي، ادي البي. انقل بقى بين 1 و2 في مقاومة 21 اوم، بين 1 و2 في 21 اوم برضو، بين الاتنين والبي في 9 اوم، بين الاتنين والبي في 9 اوم، بين الاتنين والبي برضو في 9 اوم اهي شخبطنا عليها عشان ما ننساش. بين الواحد والبي في 18 اوم. الخطوة اللي بعد كده ان انا اختزل بقى المقاومات، 3 مقاومات كل واحدة عبارة عن 9 اوم. اخد قيمة الار داش هتساوي الار على ان، اخد قيمة الواحدة ب9 على عددهم 3، يبقى 9 على 3 فال3، يبقى اشيل ال3 مقاومات اللي هم قيمتهم 9 دول، واحط مقاومة تساويهم تكافئهم اللي هي 3 اهي، مقاومة ب3 اوم. هلاقي ان ال3 وال18 توالي، فاخدهم توالي بنجمع المقاومات، امسحهم واحط مكانهم مقاومة تكافئهم اللي هي 3 زائد 18، هتطلع لك المقاومة ب21 اوم. ال21 وال21 بنفس النقطة بين 1 و2، اذا هما التلاتة توازي. برضو الار داش هتساوي قيمة الواحدة على عددهم، الار داش هتساوي الار عن ان، قيمة الواحدة ب21، وهما 3 مقاومات 21 على 3 فال7 اوم.
نلخص السؤال كده او عاوزين نشوف طريق تاني. ادي 1 انا كده عديت على المقاومة يبقى 2. لقيت سلك فاضي قدامي امشي فيه، ما تمشيش في طريق المقاومة اللي هي 9 اوم دي، امشي في السلك الفاضي هنا يبقى 2. والسلك فاضي كمان يبقى 2. نفس الطريق لما طلعت فوق او نزلت تحت طلع نفس الحاجه. ما ينفعش ارجع بقى وارجع احط في النص هنا 3. اقول لك غلط، لان قايل لك التلاتة تكون هنا اكبر رقم يكون عند السالب، فما ينفعش. مش هنرجع نمسح ونعمل تاني. تحط رمز بي، والبي هتحطها بين النقطه 1 و2، وتبدا تنقل المقاومات عادي جدا وتبدا تختزل. السؤال اتحل بكل سهوله. عاوزين طريق ما يكونش فيه رموز، مثلا لو حد جرب طريق مثلا ادي 1 ادي 2 ادي كده 3 كده النقطة كده 3 وكده سلك فاضي يبقى 3 وسلك فاضي يبقى 3. ما استخدمتش رمز لان في نفس الوقت انا السلك الفاضي 3 بدايته 3 ونهايته 3، السلك الفاضي بدايته 3 ونهايته 3، كده انا مظبوط ورقمت كل النقط، كده انا مظبوط. وابدأ بقى انزل 1 2 3 وانزل المقاومات واختزل. الطريقة كده سهلة. نجرب مع سؤال كمان. هنبدأ بقى من عند مدخل التيار ونقول 1 قدامي مقاومة وقدامي سلك فاضي، امشي في السلك الفاضي 1. قدامي مقاومة وقدامي سلك فاضي، قايل لك امشي في السلك الفاضي 1 ونفس الرقم. السلك الفاضي نفس الرقم. عديت على المقاومة يبقى 2، كده انا مظبوط. اتأكد بقى السلك الفاضي ده بدايته 1 ونهايته 1، السلك الفاضي ده بدايته 1 ونهايته 1، كده انا ماشي مظبوط. كل السلك الفاضية مظبوطة. تاني حاجة اتأكد ان انا رقمت كل النقط. النقطة دي مترقمة، النقطة دي مترقمة، النقطة دي مترقمة، النقطة دي مترقمة، كده انا ماشي مظبوط. كده سؤالي أنا ماشي صح. يبقى ابدأ انقل بقى. ادي 1 ادي 2 بين 1 و2 في المقاومة دي بين 1 و1 هي ملغية بنفس النقطة. ارسمها ازاي بين 1 و1؟ اذا المقاومة ملغية لانها متوصلة توازي مع سلك فاضي. السلك الفاضي سحب منها التيار، دخل التيار من هنا ومن هنا وتوزع على المقاومتين دول على 9 و18. اذا بين 1 و2 في مقاومة 18 اهي، وبين 1 و2 في مقاومة 9 اوم اهي. خلاص 18 في 9 على 18 زائد 9 وتعمل لي على الآلة هتطلع لك المقاومة المكافئة ب6 اوم. نعيد تاني. ادي دخلت من عند مدخل التيار 1، قلت لك طريق في مقاومة وطريق في سلك فاضي، خش في السلك الفاضي. ادي 1 هتقول لي كده في قدامي مقاومة قدامي سلك فاضي. بص بعينيك اول ما توصل عند نقطة، بص بعينيك هتلاقي مقاومة وهتلاقي سلك فاضي. انا قايل لك خش في السلك الفاضي يبقى 1. عديت على المقاومة يبقى 2. انقل بقى الاقي ان المقاومه دي بين 1 و1، اذا المقاومه ملغيه. ما هرسمها ازاي بين نفس النقطه؟ فبالتالي المقاومه دي ملغيه متوصله توازي مع السلك الفاضي، سحب منها التيار. اذا ما عنديش الا 1 و2. انقل بينهم 1 و2 في مقاومه 12 اوم اهي، وفي مقاومه 9 اوم اهي. ابدا اختزل 18 في 9 على 18 زائد 9 هتطلع لك 6 اوم. في اخر الفيديو بقى اختم بسؤال دور اول 23، واقول لك ان دور اول 23 و22 و21 مسائل المقاومه المكافئه اللي جت مسائل تافهه سهله جدا ما فيهاش تعقيد. انا بقول الطريقه دي طريقه النقط عشان المسائل الصعبه تحل بسرعه مع المسائل الصعبه اللي بتيجي في الكتب. اما في الامتحان بيجي مسائل سهله ان شاء الله، وان شاء الله السنه دي يجي مسائل سهله. هتبدا من عند مدخل التيار ادي 1، عديت على مقاومه 2، خلص الترقيم بس. كده يعتبر خلص السؤال. شوف كنا بنرقم هناك طريق طويل ازاي، هنا بسيطة. في امتحانات اخر السنة بتيجي مسائل سهلة. 1 و2 بين 1 و2 او المقاومتين دول توالي، خد مقاومة واحدة ب2 ار، 2 ار. 1 و2 بينهم ار 1 و2 برضو بينهم المقاومة ار دي مع الار دي توالي، هتعمل 2 ار. واحد هيجي يقول لي ما كنا نرقم النقطة دي، اقول لك دي مش نقطة، دي تانية سلك. ليه؟ لانها لها فرعين، ادي فرع اهو وادي فرع اهو، دي تانية سلك ما بتترقمش. احنا متفقين ان احنا بنرقم النقط اللي هي لها كذا تفرع، ادي اكتر يعني كذا تفرع يعني اكتر من 2. ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 لها 4 تفرعات، اذا اعتبرتها نقطة وكتبت عندها رقم. دي برضو ادي 1 2 3 4. اما ديت ادي لها تفرع وادي تفرعين، فدي تانية سلك متني، والدليل ان انا اقدر افرده. والمقاومتين دول متوصلين توالي. الدليل اهو ان التيار اهو نزل هنا اتفرع مشي في الار وبعد كده مشي في الار دي، فالمقاومه المكافئه بتاعتهم 2 ار، وهنا 2 ار وهنا ار. فبدات انقلهم 2 ار مع ال2 ار، قيمه الواحده على عددهم 2 ار على عددهم 2 هتديك ار.
يبقى المقاومتين 2 ار و2 ار المكافأة بتاعتهم ار، يبقى هشيلهم واحط مقاومة تساويهم ار. الار مع الار توازي، قيمة الوحدة بار على عددهم 2 طلعت لك ار على 2. مثلا انا شخص ما بحبش الرموز، وانا رقمت اهو 1 عديت على المقاومة 2 وقلنا ما رقمناش النقطة دي لأنها لا تفرعين، ما اعتبرناهاش نقطة، ما بنرقمش تانية السلك. تانية السلك ما بيتمش ترقمها، يبقى 1 و2. أنا ما أحبش الأرقام، أنا ممكن أفرض طالما الاختيارات رموز أفرض قيمة الار بواحد، أفرض قيمة الار بواحد، يبقى معايا مقاومة 1 أوم ومعايا مقاومة 1 أوم، يبقى والمقاومتين دول توالي، يبقى هنقلهم ب2 أوم، والمقاومة دي أعتبرها 1 أوم والمقاومة دي 1 أوم، واعتبرهم وتوالي اهو، وهم توالي 1 مع 1 يديك 2. المقاومة دي الار انا فرضها بواحد اوم، واعملها على الآلة بقى. 1 على الار داش هتساوي 1 على 2 زائد 1 على 2 زائد 1 على 1، واحسبها بنفس الطريقة على الآلة. 1 على اكس هيساوي 1 على 2 زائد 1 على 2 زائد 1، وشفت سولف الرقم هتطلع لك نص اهي، النص اهو. ما انا فرض ان الار بواحد، يبقى القيمة دي بواحد على 2، هنا القيمة ب2، هنا القيمة بواحد، هنا القيمة لار بواحد، يبقى 3 في 1 على 5، يبقى 3 على 5. انا عاوز نص اللي هي القيمة اللي هي الإجابة ج. وفي نهاية الفيديو انا بقولك ان ما تخافش، مسائل المقاومة المكافأة بتيجي في الامتحان سهلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.